في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الرحله خياليه، واحد المغامره كبيره ديال شابين سوريين اللي جاو من سوريا، احمد بكي وخالد عمر. البدايه ديالهم سافروا عبر الطائره من سوريا لليبيا، ومن ثم غادي تعرضوا هاد الشابان للنصب من طرف مهربي البشر، وغادي يخسروا مبلغ كبير اللي وصل حتى ل 11,000 دولار. من ثم اضطروا انهم يدخلوا تهريبا الى دوله الجزائر ومنها الى المغرب، بحيث غيستقروا مدينه الفنيدق الشماليه. كانوا كيعرفوا بان المسافه قريبه لسبته المحتله من طرف اسبانيا، والمسافه يمكن لهم انهم يغامروا ويمشيوا عبر البحر سباحه. وراقبوا الشاطئ مزيان ونزلوا للبحر، وهنا غتستغرق المغامره ديالهم الخطيره 4 ديال السوايع ديال السباحه وسط الامواج العاتيه. واستغرقت الرحله ديالهم 4 ديال السوايع اللي قطعوا فيها 9 كيلومترات، ونجاو باعجوبه نظرا لارتفاع الموج وكذلك لتواجد الاسماك المفترسه المخيفه في تلك البقعه. ومع ذلك باعجوبه نجاو من هذه المغامره الخطيره، وهما الان كيتواجدوا بمخيمات اللجوء الاسبانيه.